تنشكروا الموقع ديالكم على الحضور المتميز في جميع المحطات المجتمعية والحقيقية. الحقوقي من واجبه أن يناضل ضد الفساد، أن يكون ضد البطالة، أن يكون مع الحق في الشغل. حضوري اليوم كحقوقي وكباحث لمناصرة قضايا الأطر المعطلة التي عانت الويلات هي وأسرها وأبنائها وأزواجها مع هذه الحكومة المتردية، هذه الحكومة التي تنكرت لمرسوم 2011، مرسوم صادر في مجلس وزاري يرأسه الملك، تنكرت لمحضر 20 يوليوز الذي تم إبرامه بين الحكومة وبين مجموعة ديال الفئات المعطلين، تنكرت لها الحكومة ضدا على مبدأ استمرارية المرافق العمومية. هذا المبدأ هو مبدأ دستوري ومبدأ بديهي في جميع دول العالم. الحكومة شاءت إلا أن تسلك واحد المنحى نقوصي تجاه التزامات الحكومة السابقة، وبالتالي فهي ارتكبت مجزرة في حق الأطر المعطلة. تصوروا معي 5 سنوات هم يناضلون وما زالوا مستمرين، ونحن معهم، لأن الحق في الشغل هو حق من حقوق الإنسان. وجميع الهيئات الدولية تضع التزام على عاتق حكومة، التزام ليس بعناية وإنما التزام بنتيجة، بتوفير الشغل، لأن الشغل هو الكرامة، هو العدالة، هو المساواة، هو الحقوق الاجتماعية.